بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك مبروك الفوز لمنتخب مصر. صعدنا كأس العالم بالصدارة الكاملة 26 نقطة. حد هنا هيطلع يقول لي الصدارة الكاملة 30 نقطة لأن هم 10 جولات. أنا عارف، بس أنت اتعادلت جولتين، ما خسرتش ولا مباراة. أنت عارف يعني إيه؟ صعدت مرتاح. أنت بتصعد للمباراة الأخيرة، ما بتلعبش في صلاح، ما بتلعبش بصلاح، ما بتلعبش بمروان عطية، ما بتلعبش بمحمد الشناوي. ده البديل. ازيدك من الشعر بيت انك ما بتلعبش بمصطفى شوبير البديل بتاعه في منتخب مصر. كونك انك بتلعب بصبحي مباراة كاملة 90 دقيقة، اول مرة يتشاف بس في منتخب مصر الكبار بقى. بعد مثلا منتخب مصر الاولمبي ما خلص عهده مع منتخب مصر الاولمبي وفترته مع منتخب مصر الاولمبي. يعني كانت فترة منتخب مصر الاولمبي كان فيها شوبير وصبحي. ومين تاني؟ اكيد بقى ناس تانية زي محمود جاد مثلا او ناس تانية. المهم ناس تانية بس مش فاكر اساميهم. بس هنجيلك هنا بالترتيب حتة حتة على تفاصيل حاجات كتيرة هتفيدك انت كمستمع ليا. ليه بقى؟ لان انا اما اطلع اتكلم معاك هنا بطلع اتكلم معاك ب... بكمية حاجات حلوة اوي، بكمية حاجات ليها منتاليتي، بكمية حاجات ليها خصائص، بروبرتيز، كمية حاجات حلوة اوي. بيوتيفول بيوتيفول. المهم كمية حاجات حلوة قوي، وهي صعود منتخب مصر لكأس العالم. شفنا النهارده ابراهيم عادل لعب 90 دقيقة، شفنا احمد سيد زيزو لعب حاجة و70 دقيقة غير ريحه، شفنا تريزيجيه لعب حاجة و80 دقيقة غير وريحه، نزل لعيبة تانية. شفنا يعني انا عايز اقول لك مثلا، طب ما كنت تدي الواحد زي عبد العزيز البلاط مثلا في الشوط التاني. انت ماشي المباراة حلو في الدقيقة مثلا لا، الراجل ليه فكر، الراجل ليه كلام، الراجل ليه منتاليتي حلوة. قصة بقى، قصة ان الناس كانت بتهاجمه عشان خاطر احمد الشناوي. الراجل سبحان الله سبحان الله، الراجل اختار قايمة كاملة متكاملة. ما طلعش، ما حبش يطلع منها حد زي مصطفى محمد اسامة فيصل. يعني مصطفى محمد الشايل النهارده مباراة نزل اسامة فيصل عمل نفس الاداء اللي بيعمله، نفس المنتاليتي. الراجل بيتعامل بنفس المنتاليتي، بنفس الخصائص اللي بيتعامل بيها، بنفس الشخصيه، بنفس الروح، بنفس الجرينتا، بنفس كل حاجه. يعني انا مثلا هاجي اقول لك على حاجه، مش هاجي في مباراه مهمه زي كده واجي مثلا ايه، اطلع مصطفى محمد مثلا، انزل واحد زي احمد اسران، او مثلا داخل احمد اسران جديد مثلا، او داخل مثلا حد جديد، او داخل راجل جديد مثلا يستحق مثلا يصل، او مثلا يستحق يدخل. مثلا كهربا اللي طلع ليبيا واجتهد وانفجر في ليبيا وطلع كولسيا كوتي وانفجر. مفيش مفيش بص عليه لا منتخب اول ولا منتخب تاني، بلاش منتخب تاني، منتخب كاس عالم، منتخب افريقيا، منتخب تاني اللي هو بتاع كاس العرب والوديات، واللي هو ممكن يطلع حد منتخب اول. يعني مثلا تعال نتكلم مثلا في حته حلوه قوي. انت هنا مكان ما مروان عطيه ريح المباراة دي. انت حسيت ان مروان عطية ريح المباراة ديت؟ لا. ليه؟ مكانه مهند لاشين اللي لعب في الحتة اللي هي بتاعت لعب جنبه مين بقى؟ لك عزيزي المشاهد، احمد نبيل كوكا. لعب تالت قدامه مين؟ احمد السيد زيزو. ده تريزيجيه مين وابراهيم عادل الشمال، مصطفى محمد في النص. ده اللي بتكلم فيه، ان كابتن حسام حسن خلالك الجو يبقى جميل جدا جدا في منتخب مصر. خلالك ان انا لما رايح صلاح مش مصاب، مباراة للراحة، مباراة ختم الختام، ختمها مسك زي ما بتتقال، سوري، مباراة ختم الختام، مباراة ختامها مسك، مباراة زي ما بتتقال مثلا ايه، للكرنفالية،
مباراة كرنفالية. الراجل لعب بتشكيله عادي، صلاح ارتاح، يجي مكانه تريزيجيه، واجيب ابراهيم عادل زي ما هو في الحته الشمال ديت بتاعت مرموش. طب مثلا صلاح ريح، اجيب تريزيجيه مثلا والعب بزيزو اللي هو نمره 8 زي ما هو. انت النهارده ليه شايف زيزو؟ ليه قصدي شايف تريزيجيه ليه فعاليه اكتر مثلا، تحرر اكتر في المباراه زي كده. هو اللي بقى يروح كتير على المرمى في الشوط الاول، بقى يروح اول كتير على المرمى، واداها للعيبه في الشوط التاني عشان هو اتبدل ونزل مكانه لعيب بس مش متذكر اسمه. خلي بالك انت اما بتلعب، اما المباراه تبقى حلوه ويبقى فيها كرنفاليه وبتبقى فيها احتفاليه وبتبقى فيها لا يا رب تريزيجيه لعب المباراه الاخيره. تريزيجيه لعب المباراه الاخيره اللي اتبدل مصطفى محمد نزل مكانه اسامه فيصل، احمد سيد زيزو نزل مكانه محمود صابر، اللي اتبدل ياسر رامي ربيعة طلع، او ياسر ابراهيم اللي طلع نزل مكانه خالد صبحي مش عمرو الجزار. في حاجة هنا برضو، يعني ممكن تكون كابتن حسام حسن بص على التوليفة ان انا ما مش توليفة جديدة مثلا، او ما دخلش حد بحد، او ما او ما لعبش كتير قوي في التشكيل. ممكن الدنيا تتشقلب عليا، الناس تطلع تهاجمني كذا كذا. ما تبصش للكلام ده، بص لاسمك، بص لتاريخك، بص ان انت منتخب مصر، بص ان انت مدرب مصري، بص ان انت صعدتنا كاس العالم بالصدارة الكاملة، 26 نقطة، 9 فوز 2 تعادل، 7 فوز 2 تعادل، 7 فوز 2 تعادل. شكرا جزيلا كابتن حسام حسن. استنوا حلقة قادمة كمان دقيقة ونص.